ونطير بعد كده في عالم الخيال والدراما في المركز الثالث The Fountain. فيلم غريب جدا ومثير، بحيث ان احداثه في 3 قصص، واحدة مع محارب في العصور القديمة في اسبانيا بيدافع عن الملكة بتاعته، والقصة التانية عن دكتور بيدور على علاج للسرطان اللي عند مراته، والتالتة عن رائد فضاء هيلف الفضاء علشان يدور على علاج لمراته. والثلاث قصص دول هيلتقوا بشكل رهيب في نهاية الفيلم عند الشجرة دي، اللي غالبا دي ينبوع او حاجة زي كده، واللي بتمثل الموت اللي بيفرق الاحباب عن بعض. الفيلم بيقدم فلسفة ورسائل عميقة، وفيه ألغاز وتشابك في الأحداث تخلي دماغك تلف، بس مفيش حد شافه إلا ما مدح في الفيلم جامد. وبالرغم من قوة الفيلم إلا إنه فشل للأسف، بحيث إن الفيلم ميزانيته 35 مليون وجابت إيرادات قرب 16 مليون، خسر قرب 20 مليون، بالرغم إن تقييماته مش بطالة، بحيث إنه على راتن توميتو عامل قرب 52%. لا دي واطية جدا. بس عامل بقى في موقع IMDb 73%، ودي نسبة بقى مش قليلة، وواخد أرقام زي كده أو أكتر على المواقع الكبيرة. ده غير إنه فاز ب9 جوائز وترشح ل39 جايزة تانية، منهم جايزة للجولدن جلوب. ده مش دليل على إن الفيلم قوي ومظلوم؟ ده غير إن الفيلم مليان نجوم من العيار التقيل، زي الأسطورة هيو جاكمان والمتألقة جدا ريتشل فايتس وغيرهم الكتير. وممكن جدا السبب في تراجع الفيلم ده هو بأن فيلم ذا برستيج اتعرض في نفس السنة في 2006 لهيو جاكمان برضه مع كريستين بيل، فالفيلم ده أكل الجو، بحيث أن برستيج أقوى بكتير وفيه تشغيل دماغ أكتر وقصته أعمق. بس كل ده لا يقلل أبدا من قوة الفيلم، واللي فيه مقالات كتيرة بتتكلم عنه، من ناحية القصة والغموض اللي فيها، ومن ناحية أداء الممثلين الأسطوري، كونهم يمثلوا في 3 عصور وشخصيات مختلفة بالإبداع ده. لا حاجة تحترم. بس للأسف الفيلم فيه عري وجنس على خفيف، فوجب التنويه.